السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. إذا كانت الحلقة الأولى رجعت بنا لسنوات التكوين الأولى، للطفولة الحسن الثاني، للتربية والتعليم والوعي اللي كان كيتشكل بهدوء داخل القصر وبين المدارس، فهذه المرحلة اللي غادي ندخلوا لها دابا كتخرجنا من زمن التعلم وكتدخلنا مباشرة في زمن المواجهة، حيث الأحداث ما ولاتش كتراقب من بعيد. مع بداية الخمسينيات المغرب كان كيدوز من واحد التوتر غير مسبوق، سلطة استعمارية كتشدد القبضة ديالها نهار على نهار، حركة وطنية كتكبر وكتوسع الجرأة ديالها، وسلطان رافض يوقع على أي حاجة كتضرب الشرعية ووحدة البلاد. في وسط هذا الجو المشحون بدا كيتساغ القرار اللي غادي يقلب كل شيء رأسا على عقب، قرار النفي. سنة 1953 ما كانش غير رقم في دفاتر المؤرخين، كانت لحظة فاصلة هزت القصر والشارع معا. تنفى السلطان محمد الخامس وأسرته، ومعاه تنفات رمزية الملكية حتى هي، ولا النفي ماشي مجرد إجراء إداري ولكن صدمة سياسية بدلت طبيعة الصراع مع الاستعمار. في وسط هذه اللحظة القاسية كان ولي العهد مولاي الحسن حاضر بكل التفاصيل، ما كانش ملك باقي ولكن لقى راسو فجأة داخل تجربة سياسية ثقيلة، كيتعلم بالمعايشة شنو معنى السلطة ملي كتهدد، وكيستوعب الفرق بين شرعية كتورث وشرعية كيدافع عليها في أقصى الظروف. هاد الحلقة ما كتروي غير قصة النفي، ولكن كتروي قصة انتقال بطيء وعميق من التعلم للمسؤولية، ومن الملاحظة للقرار، ومن الأمير اللي كيتعلم للرجل الدولة اللي غادي يتحمل من بعد مسؤوليات الاستقلال وبناء المغرب الجديد. منذ أواخر الأربعينيات وبداية الخمسينيات العلاقة بين القصر الملكي والإقامة العامة الفرنسية دخلت لمرحلة توتر متصاعد. ما كانش السبب حادثة معزولة ولا سوء تفاهم عابر، ولكن مسار طويل ديال فقدان الثقة، خصوصا من بعد خطاب طنجة سنة 1947 اللي أكد فيه محمد الخامس على وحدة المغرب وانتماء العربي والإسلامي. هذا الخطاب كيف ما كيوثق المؤرخ دانيال ريفي، فرنسا شافت فيه خروج صريح على الدور الرمزي اللي كانت باغيه السلطان يبقى محبوس فيه. في ذاك الوقت كان المقيم العام الفرنسي هو إريك لابون، اللي حاول في الأول يطوق الأزمة بالاحتواء، ولكن مع تصاعد نفوذ الحركة الوطنية وتبدل السياق الدولي من بعد الحرب العالمية الثانية، فرنسا بدأت كتشوف محمد الخامس عائق سياسي. سنة 1951 تعين الجنرال أوغوستين غويوم مقيما عاما، ومعاه دخلت العلاقة مرحلة أكثر صدامية. الضغط ولا مباشر وممنهج، خصوصا من بعد رفض السلطان محمد الخامس يوقع على بعض الضرائب ورفضه يدين وثيقة المطالبة بالاستقلال ديال 1944. هنا الخلاف ما بقاش غير خلاف إداري، ولا صراع على الشرعية نفسها. واش السلطة كتجي من الإدارة والجيش الفرنسي، ولا كتجي من البيعة وإمارة المؤمنين؟ برنار كوبرتافوند كيشوف أن هذا السؤال هو قلب الأزمة السياسية اللي سبقت قرار النفي، وهو اللي خلى فرنسا كتقلب على بديل يحافظ على الشكل المخزني ولكن يفرغه من المضمون الديني والسياسي ديالو. في هذا السياق بعض الشخصيات المغربية لعبت دور مباشر في هذا الضغط، وعلى رأسهم تهامي القلاوي باشا مراكش اللي في صيف 1953 أعلن سحب البيعة من محمد الخامس في سابقة خطيرة توظف فيها مفهوم البيعة ضد المؤسسة الملكية نفسها. وشاركوا معاه بعض القياد والباشوات خصوصا في الجنوب والوسط دفاعا على امتيازاتهم المحلية، حتى ولو كان الثمن هو الوقوف ضد الشرعية التاريخية. ولكن هذا الاصطفاف ما كانش شامل، كاين قياد فضلوا الصمت ولا التريث، حيث كانوا عارفين باللي الشعب المغربي رافض هذا المسار. أما الجيش المخزمي فالوضع ديالو كان معقد، محاصر بوجود الجيش الفرنسي ومقيد بواقع مفروض بالقوة، بلا قدرة حقيقية لا يدعم السلطان ولا يواجه القرار الاستعماري. وفي 20 غشت 1953 التوتر وصل للذروة بقرار نفي محمد الخامس وأسرته الكورسيكا ومن بعد المدغشقر، قرار كان تحت إشراف أوغوستين غويوم. المؤرخين ومنهم دانيال ريفي كيشوفوا هذا القرار غلطة استراتيجية قلبت الأزمة السياسية القطيعة كاملة مع نظام الحماية. وباش يسدوا الفراغ الشكلي نصبوا محمد بن عرفة سلطان بدعم فرنسي وبعض الأعيان، ولكن هذا السلطان المعين كيف كيوضح بيير فيرموغين ما كان عنده حتى شرعية حقيقية. الشارع رفضه، الحركة الوطنية قاطعته، والعلماء والزوايا الكبار امتنعوا يعطيوه البيعة، حيث البيعة ما كتفرضش بالقوة. وبالنسبة لولي العهد مولاي الحسن هذه المرحلة كانت مدرسة سياسية قاسية، شاف باللي الحكم يقدر يكون شكل بلا مضمون، وباللي السلطة بلا شرعية ما كتصمدش مهما كان دعم القوة. من بعد فشل تجربة السلطان المعين وسد باب الحلول الترقيعية، الملف المغربي في 1955 دخل لمرحلة جديدة، مرحلة التفاوض.
ووافق عبد الله العروي هذه اللحظة كانت اعتراف ضمني بفشل نموذج الحماية. في غشت 1955 تعقدت مفاوضات إكس ليبان في فرنسا، وحضروا فيها ممثلين عن فرنسا وعن الحركة الوطنية وشخصيات مخزنية وأعيان، وما كانش مفاوضات استقلال مباشر كيف ما كيوضح فيرموغان وغيفي، ولكن كانت مفاوضات خروج من الأزمة. محمد الخامس ما كانش حاضر شخصيا بسبب النفي، ولكن القصر كان ممثل بشكل غير مباشر، وهنا بان دور ولي العهد مولاي الحسن. ما كانش مفاوض رسمي في الواجهة، ولكن كان حلقة وصل حاسمة بين المنفى وبين اللي كيدار في الكواليس. ووافق تحليلات محمد الظريف ولي العهد كيرفض أي صيغة كتقصي الشرعية الملكية، وكيأكد أن أي انتقال سياسي بلا رجوع السلطان راه محكوم عليه بالفشل. وحتى إلى إكس ليبان ما خرجتش بوثيقة استقلال، فهي أسقطت نهائيا مشروع محمد بن عرفة ومهدات القرار العودة لما بقى ممكن يتأجل. في 6 نوفمبر 1955 غادر محمد الخامس مدغشقر متوجها لفرنسا في إشارة رسمية أولى باللي سياسة النفي سالات. ومن بعد أيام ديال المشاورات جاء 16 نوفمبر 1955 يوم العودة للرباط. ما كانش عودة شخص، كانت عودة مؤسسة وعودة بيعة وعودة دولة. والحسن الثاني كيروي في ذاكرة ملك باللي لحظة النزول من الطيارة كانت مشحونة برمزية نادرة، شعب كامل خرج يستقبل رمز الوحدة ديالو. سياسيا فرنسا اعترفت ولو ضمنيا باللي النفي كان خطأ استراتيجي، ومع تصاعد حرب الجزائر وضغط الرأي العام الدولي باريس دخلت في مرحلة الخروج المنظم كيف ما كيوضح بيير فيرموغان. وفي هذه اللحظة ولا دور ولي العهد كيبان بوضوح أكبر، ماشي غير ابن السلطان العائد، ولكن عنصر توازن داخل مرحلة انتقالية دقيقة، خاص الشرعية اللي رجعات تتحول بسرعة لسلطة منظمة. من بعد العودة المغرب دخل لمرحلة قصيرة في العمر ولكن ثقيلة سياسيا. ما بقاش الصراع على الرجوع، ولا الصراع على كيفاش نبنيو الحكم من جديد، كيفاش تحول الشرعية الرمزية لدولة بمؤسسات وقوانين وأجهزة سيادية. فيرموغان كيشير أن ولي العهد لعب دور عملي في ملفات حساسة خصوصا الأمن والجيش. من أواخر 1955 وبداية 1956 مولاي الحسن بدأ كيشرف على إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية وبناء نواة القوات المسلحة الملكية. ومن بعد 2 مارس 1956 تعلن الاستقلال المغرب رسميا. وفي 7 أبريل 1957 محمد الخامس أعلن تحويل اللقب من سلطان إلى ملك كإشارة دخول المغرب لمرحلة الدولة الحديثة بجيش وطني ومؤسسات سيادية. وفي 26 فبراير 1961 توفي محمد الخامس، وهذا الشيء كان اختبار حقيقي للدولة الفتية، ولكن الانتقال دار بسرعة وبشكل منظم. وفي 3 مارس 1961 تمت مبايعة الحسن الثاني ملكا. برنارد كوبرتافوند كيشوف أن هذا الانتقال السلس كان رسالة واضحة، الدولة سبقت الأشخاص. الحسن الثاني ورث دولة ناشئة مؤسساتها مازال كتشكل وسياق إقليمي متوتر، ولكن دخل الحكم بتجربة سياسية وأمنية عميقة. وهكذا تولي الحسن الثاني العرش ما كانش غير انتقال وراثي، ولكن نتيجة مسار طويل تشكل فيه الرجل قبل ما يتشكل الملك. طفولة وتكوين، نفي ومواجهة، تفاوض وبناء، ومن بعد مسؤولية كاملة. الحلقة اللي جاية غادي تدخل بنا لسنوات الحكم الأولى، الدستور، الصدامات السياسية، وبدايات مرحلة غادي تطبع المغرب لعقود. تابعونا في الحلقة القادمة من هذه السلسلة الوثائقية، واشتركوا في القناة باش نكملوا معا قراءة تاريخ المغرب بعمق وبلا تبسيط وبأكبر قدر ممكن من الفهم.